كل ست بتحب تكون مهمة في حياة زوجها، بس القوية هي اللي دايما رقم واحد في حياته. لو عايزة بقى تبقي الست دي خليكي معايا للآخر، خطوات محددة لتكوني الأقوى والأفضل في نظر زوجك وحياته كلها. بس لو قررتي تكملي معايا الفيديو للآخر، ياريت تدعمي محتوايا بلايك واشتراك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا. أول حاجة لازم تكوني مستقلة عاطفيا، مش كل مشاعرك تتعلق بيه. خلي عندك مساحة لنفسك، اهتمي بهواياتك، صحابك، شغلك في البيت. الراجل بيحب الست اللي عندها عالمها الخاص بيها. الخطوة التانية، احترمي نفسك يحترمك. لو انت مش بتحترمي نفسك ما تتوقعيش هو يحترمك. قولي لا وقت ما تحسي ان في حاجة مش عاجباكي، بس بهدوء وذوق. مش معناها اني اتخانق، يعني اعترضي بكل ذوق زي ما انت عايزة، وما تعليش صوتك، ده لانك ست محترم. ابني احترامك من احترامك ليه. لما تحترميه وتقدريه هتحفزيه انه يردلك ده بأضعاف. بس اختاري الوقت والاسلوب الصح. خليكي غامضة شوية، مش لازم يعرف عنك كل تفصيلة. الغموض ساعات بيزود الجاذبية. خليه يشتاق أكتر ويقرب أكتر. اعملي لنفسك حدود، لأن حدودك هي اللي بتديكي قوة، سواء في طريقتك أو في وقتك أو في تعاملاتك. كوني واضحة بس مش أسهل. اتعلمي تطوري من نفسك، جددي في شكلك، في لبسك، في تفكيرك. التغيير الذكي بيخليه يشوفك دايما جديدة وجذابة. فكرة انك تكوني قوية في نظر جوزك ده مش معناه انك تبقي عنيدة او صوتك عالي. القوة الحقيقية انك تعرفي امتى تتكلمي وامتى تسكتي وامتى تفرضي رأيك، ووقتها هو هيشوفك طول عمره الملكة اللي عمره ما يفرط فيها أبدا. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.